كان المسلمون في المدينة المنورة في شوق لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخرجون كل يوم لملاقاته، ولا يرجعون إلى بيوتهم حتى تشتد عليهم حرارة الشمس. وفي يوم الاثنين من ربيع الأول وصل عليه الصلاة والسلام إلى قباء، وهي ضاحية تقع جنوبي المدينة المنورة. استقبل المسلمون النبي الكريم بالفرح. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء أياما ضيفا على بني عمرو بن عوف، وبنى هناك أول مسجد في الإسلام، واسم هذا المسجد مسجد قباء. ثم دخل المدينة في يوم الجمعة راكبا، وأخذ الناس بزمام الناقة حتى ينزل رسول الله ضيفا على البيت الذي يمر عليه، ولكنه عليه السلام كان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وفي النهاية بركت عند المكان الذي فيه مسجده اليوم. فأقام عليه السلام في دار أبي أيوب الأنصاري مدة إلى أن تم بناء المسجد وبنيت مساكن حوله. قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فكان الأنصاري يقسم ماله بينه وبين أخيه المهاجر، ويعطيه بيتا، ويطلق إحدى زوجاته ويزوجها لأخيه. فكانت هذه المؤاخاة مضربا للمثل على مر العصور. وكذلك كتب عليه السلام عهدا بين المهاجرين والأنصار يبين فيه ما يجب على المسلمين بعضهم على بعض، ووادع اليهود الذين يسكنون المدينة، وشرط لهم أن يكونوا آمنين على ودائعهم وأموالهم، وأن يكونوا أحرارا في عقائدهم. فمن تبع المسلمين فله ما لهم، وكان من العهد أن يتعاونوا مع المسلمين في صد أي عدوان يقع على المدينة، وأن يشتركوا معهم في الديات، وشدد في تحريم البغي والغدر والفساد. بعد أن توطدت أمور المسلمين في المدينة المنورة، قام الرسول صلى الله عليه وسلم بإرسال السرايا، وقد شرع الله القتال لهدفين أساسيين: أولهما حماية النفس والعقيدة والحريات والحقوق من العدوان عليها، وثانيهما تأمين طريق الدعوة في تبليغها إلى الناس كافة. وحدثت الكثير من الغزوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه السلام يخرج على رأس جيش لقتال المشركين، أو يرسل أحدا مكانه ليقود المعركة. وكانت أولى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر الكبرى، وقد وقعت في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، حيث خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 313 من المهاجرين والأنصار ليستولي على قافلة لكفار قريش قادمة من الشام إلى مكة. وأراد الرسول عليه السلام بهذا أن يعوض المهاجرين بعض ما خسروه من أموال عند الهجرة. لكن أبا سفيان الذي كان يقود القافلة علم بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم للاستيلاء على القافلة، فأرسل من يخبر قريشا، فأعد المشركون للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، أعدوا 1000 رجل. وبينما هم مستعدون لملاقاة الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه، أرسل لهم أبو سفيان أنه استطاع النجاة بالقافلة من المسلمين، إلا أن المشركين أصروا على قتال المسلمين. استشار رسولنا الكريم صحابته فأشاروا عليه بالقتال. نزل جيش المسلمين قرب ماء بدر، ونزل جيش المشركين قريبا منهم، ودارت بينهم معركة حامية الوطيس، كانت الغلبة فيها للمسلمين، وذلك بفضل الله تبارك وتعالى الذي يقول في سورة الأنفال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
إذن هذه هي غزوة بدر يا جدي. نعم يا أحمد، كانت نتائج المعركة قتل 70 من المشركين وأسر 70. اعتدى صائغ من يهود بني قينقاع على امرأة من المسلمين وطلب منها كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده على ظهرها، فلما قامت انكشفت عورتها، فجعل اليهود يشيرون إليها ويضحكون، فانقض رجل من المسلمين فقتل ذلك الصائغ، واجتمع اليهود على ذلك المسلم فقتلوه، فانتصر المسلمون لأخيهم المسلم وانقضوا على اليهود حتى وقع الشر بينهم. استعد الفريقان للقتال، فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع، وكانوا حوالي 1000 رجل، فتوسط لهم زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد معركة بدر صمم المشركون على الأخذ بالثأر من المسلمين، فقد قتل العديد من سادتهم، فخرجوا في السنة 3 للهجرة في جيش يقارب 3000 مقاتل، ومعهم نساؤهم لتحريضهم على القتال، ونزلوا عند جبل أحد القريب من المدينة. عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بخروج المشركين لقتاله استشار المسلمين هل يبقوا في المدينة ويقاتلوا المشركين فيها أم يخرجوا لقتال المشركين خارجها. فكان رأي الشباب ومن لم يشارك في غزوة بدر الخروج لقتال المشركين، فاستجاب عليه السلام لمشورتهم وخرج للقاء المشركين. وفي الطريق قام عبد الله بن أبي زعيم المنافقين بالرجوع هو ورهط من المنافقين إلى المدينة، فبقي مع الرسول 700 رجل من المسلمين. وعندما قام عليه السلام بتنظيم جيشه خصص فرقة من الرماة لحماية ظهر المسلمين على مرتفع قريب من أرض المعركة. إنها معركة أحد، أليس كذلك يا جدي؟ نعم يا أحمد، دارت معركة حامية الوطيس بين المسلمين والكفار، تجلت عن انتصار المسلمين، وأخذت فلول المشركين تهرب من أرض المعركة، وأخذ المسلمون يجمعون الغنائم. عندما رأى الرماة ما حل بالمشركين ورأوا إخوانهم من المسلمين يجمعون الغنائم، نزل قسم كبير منهم من مكانهم ليشاركوا في جمع الغنائم. رأى خالد بن الوليد وكان كافرا، رأى الرماة ينزلون من مواقعهم فدار حول الجبل وهجم على المسلمين من الخلف، فحدث ارتباك شديد في صفوف المسلمين وقتل منهم عدد كبير. وكان من الشهداء في تلك الواقعة حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قاتله اسمه وحشي. وأصيب الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة، وقد ظهر في هذه المعركة مبدأ الشورى بين المسلمين، وتبين نفاق المنافقين ووجوب الالتزام بأوامر القائد وعدم مخالفتها، وحب المسلمين للرسول عليه الصلاة والسلام والتفافهم حوله كي لا يتعرض للأذى. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعين بهم في دية بعض القتلى حسب الاتفاق المبرم معهم، فتظاهروا بالموافقة. وبينما هو جالس إلى جانب جدار أحد بيوتهم أرادوا إلقاء حجر عليه من فوق البيت ليقتلوه، وأخبره الوحي بما عزموا عليه، فخرج من عندهم مسرعا إلى المدينة المنورة، وعاد بجيش فحاصرهم مدة من الزمن وهم متحصنون بحصونهم،
فقذف الله جلت قدرته في قلوبهم الرعب، فعرضوا على الرسول عليه السلام أن يعطوه أموالهم على أن يتركهم يرحلون مع ما استطاعت إبلهم حمله من المال والمتاع إلا السلاح، فوافق عليه السلام، فخرجوا، فمنهم من ذهب إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، وكان ذلك في السنة 4 من الهجرة. قام زعماء اليهود بتأليب الجزيرة العربية على الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، إذ أدركوا أنه لن تستطيع طائفة لوحدها التغلب على المسلمين، فتحالفت قريش مع قبيلة غطفان وقبائل أخرى ضد المسلمين، فجمعوا ما يقرب من 10,000 مقاتل. فلما سمع بهم المسلمون استشار الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، وأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق حول المدينة المنورة. قام الرسول عليه السلام وصحبه بحفر الخندق، وتجمع الأحزاب حول المدينة وضيقوا عليهم الخناق، وقام المنافقون بدورهم في بث الرعب في نفوس المسلمين والعمل على تحطيم معنوياتهم. وعندما اشتد الحصار على المدينة عمل الرسول صلى الله عليه وسلم على تفكيك التحالف بين الأحزاب ويهود بني قريظة المتآمرين معهم، ونجح عليه السلام في ذلك، وأتى نصر الله جلت قدرته للمسلمين. ففي إحدى ليالي الحصار جاءت ريح شديدة اقتلعت خيام المشركين، فولوا هاربين للنجاة بأرواحهم. وقد ظهر في هذه المعركة مبدأ الشورى بين المسلمين، وحقد اليهود على المسلمين، وتأييد الله ونصره لعباده المؤمنين. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة 25 ليلة حتى أتعبهم الحصار، فقذف الله في قلوبهم الرعب. وبعد مفاوضات حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على رجالهم بالقتل وتقسيم أموالهم وسبي نسائهم وذراريهم، وعلى الرغم من وساطة سعد بن معاذ لأنه عليه السلام أصر على تنفيذ الحكم بهم، وكانوا نحو 700 رجل. وفي السنة 6 من الهجرة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة يريد العمرة، وساق الأنعام وأحرم بالعمرة حتى يأمن المشركون من حربه، ويعلموا أنه خرج زائرا لبيت الله الحرام ولم يخرج للقتال. وعندما وصل عليه السلام إلى منطقة عسفان علم أن قريشا وصلها خبر توجهه إلى مكة المكرمة، فاستعدت لمنعه من العمرة. فتابع الرسول صلى الله عليه وسلم سيره حتى وصل إلى الحديبية، ثم أرسلت إليه قريش مندوبين عنها يسألونه ماذا يريد ويحذرونه من دخول مكة. وكان هو عليه السلام أرسل عثمان بن عفان إلى قريش ليتفاوض معهم للسماح للمسلمين بأداء العمرة. فلما تأخر عثمان بن عفان في الرجوع إلى المسلمين ظنوا أن المشركين قتلوه، فبايع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة على الموت في سبيل الله وعدم الفرار من القتال. ثم أرسلت قريش سهيل بن عمرو لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم، وتم الصلح، وكانت شروطه: أولا أن يتم وقف الحرب لمدة 10 سنين، ثانيا أن يعود محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى المدينة هذا العام من دون تأدية العمرة، على أن يأتوا لتأديتها في العام المقبل، ثالثا من جاء محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش من غير إذن وليه
رد إليهم. رابعا، من جاء قريشا ممن مع محمد عليه الصلاة والسلام لن يرد إليه. خامسا، من أحب أن يدخل في عهد قريش ويتحالف معهم فله ذلك. سادسا، من أحب أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم ويتحالف معه فله ذلك. وكان من آثار هذا الصلح أن قبيلة خزاعة تحالفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبكر تحالفت مع مشركي قريش. ثم نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وتبعه المسلمون فنحروا وحلقوا، ثم عاد الرسول وصحبه إلى المدينة المنورة. وفي الطريق نزلت عليه سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. استغل الرسول صلى الله عليه وسلم الهدنة مع مشركي قريش، وأخذ يدعو إلى الإسلام بأسلوب جديد، وهو مخاطبة الملوك ودعوتهم لدين الله سبحانه وتعالى. وكان يهدف من دعوته هذه أحد أمرين: إما أن يسلموا ويتحقق بإسلامهم إسلام قومهم، وفي هذا نصر كبير للإسلام والمسلمين، أو أن يبرئ نفسه أمام الله تبارك وتعالى من تبعة تبليغ الدعوة. وقد بعث عليه السلام العديد من الكتب، أشهرها: أولا، كتابه إلى النجاشي حاكم الحبشة، بعثه مع عمرو بن أمية الضمري فقيل إنه أسلم. ثانيا، كتابه إلى هرقل قيصر الروم في بلاد الشام، بعثه مع دحية بن خليفة الكلبي ولم يسلم. ثالثا، كتابه إلى كسرى الفرس، بعثه مع عبد الله بن حذافة السهمي فقام بتمزيق الكتاب، فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بتمزيق ملكه. رابعا، كتابه إلى المقوقس عظيم قبط مصر، بعثه مع حاطب بن أبي بلتعة ولم يسلم، ولكنه رد على الكتاب ردا جميلا، وأرسل الهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بينها ماريا القبطية التي أنجبت له عليه السلام ولده إبراهيم. بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية في السنة 6 للهجرة، مكث بالمدينة المنورة شهر ذي الحجة، ثم خرج من الحرم لغزو يهود خيبر لاتفاقهم مع المشركين في قتاله، وبخاصة في غزوة الخندق ونقضهم للعهد، وكانت خيبر أكبر وكر لليهود. قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، ففوجئ اليهود فتحصنوا بحصونهم، وكانوا كلما اشتد عليهم الحصار يتنقلون من حصن إلى آخر حتى طلبوا الصلح في نهاية المطاف، فوافق عليه السلام، إلا أنهم ما لبثوا أن نقضوا الصلح فسبى نساءهم وأولادهم وقسم أموالهم، وأرادوا إجلاءهم فطلبوا البقاء لزراعة الأرض على جزء من ثمرها، فوافقهم عليه السلام على ذلك. وكان في السبي صفية بنت الأخطب، وكانت عروسا قتل زوجها، فكانت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت فأعتقها عليه السلام وتزوجها. وفي السنة 7 من الهجرة عاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة المكرمة لتأدية العمرة حسب الاتفاق، فأدوها وأقاموا بمكة 3 أيام، ثم عادوا إلى المدينة المنورة. في السنة 8 للهجرة نقضت قريش صلح الحديبية بمساعدة حلفائها من بني بكر على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل زعيم خزاعة عمرو بن سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستنجد به، فقال عليه السلام: نصرت يا عمرو بن سالم.
أمر الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين بالتجهز لقتال مشركي قريش، وأعلمهم أن وجهته مكة المكرمة. فنزل المسلمون في مر الظهران، وأوقدوا النار في المعسكر الذي يضم 10,000 مقاتل، فأضاءت النار الوادي، وكانت تبعث الهلع في نفوس من أرسلتهم قريش للتقصي عن أخبار المسلمين. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها، ودخلت سائر الوفود من باقي الجهات، واستسلم كل من فيها. ثم توجه الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى البيت الحرام، فطاف به، وأخذ يكسر الأصنام المنصوبة حوله، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم دخل الكعبة المشرفة وطهرها من الصور التي بها، ثم أقبل على القوم وخطب فيهم وقال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه السلام: أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم صعد بلال فوق ظهر الكعبة وأذن للصلاة، فأصبحت مكة دار إسلام، وكان ذلك في شهر رمضان من السنة 8 للهجرة. وقد تبين في هذا الفتح عظم مكة وعدم الاقتتال فيها، وعفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن من ظلمه، وأن الناس جميعا سواسية، وأنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فها هو بلال العبد المملوك في الجاهلية يصعد فوق ظهر الكعبة ويؤذن للصلاة، وهو شرف لم ينله الكثير من ذوي الحسب والنسب. وبعد فتح مكة مباشرة جهزت قبائل هوازن وثقيف وقبائل أخرى جيشا لقتال المسلمين، فقد خافوا أن يمتد الإسلام إليهم وإلى باقي الجزيرة العربية، وأمروا عليهم مالك بن عوف سيد هوازن، وقد أخرج مع الجيش النساء والأطفال لتقوية روحهم المعنوية. عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بخروجهم إلى حنين قال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. سار المسلمون بجيش يقارب 12,000 لملاقاة الكفار، وكانوا غير مكترثين بالمعركة، فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة. وصل المسلمون وادي حنين، فوجدوا أن العدو احتل مضايقه وتمركز على رؤوس الجبال، فأخذت السهام تنهال على المسلمين، وكان ذلك قبل الصبح بقليل، فارتاع المسلمون وجزعوا وولوا مدبرين. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يصيح فيهم أن يثبتوا، وأخذ يذكرهم ببيعة الرضوان، فأحاط به المخلصون من أصحابه، وأخذ عليه السلام يردد: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وكان يدعو ربه أن ينصره. عندما رأى المسلمون ثبات النبي عليه الصلاة والسلام عادوا للقتال وقاتلوا بشجاعة، فانهزم المشركون تاركين خلفهم غنائم كثيرة من الأموال والأسرى والسبايا من النساء. لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بفلول المنهزمين وقام يستعيد شملهم. ثم جاء وفد من هوازن مسلما، وكان ممن أسلم زعيم هوازن مالك بن عوف، فجعله الرسول صلى الله عليه وسلم مسؤولا عن قومه وعن القبائل الأخرى التي كانت معه. لقن الله سبحانه وتعالى المسلمين في غزوة حنين درسا ليكون عبرة لهم،
فجعلهم الله جلت قدرته ينهزمون في بداية الأمر، فلما أدركوا أن النصر ليس بالعدد والعدة ولكنه من عند الله نصرهم على عدوهم. وفي شهر رجب من السنة 9 للهجرة وقعت غزوة تبوك بين المسلمين والروم، حيث أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم قد أعدوا جيشا كبيرا على حدود الشام وتقدموا جهة البلقاء لقتال المسلمين، فأبلغ عليه السلام أصحابه بالخروج لملاقاة الروم. وكانت تلك السنة سنة حر شديد، وكانت الثمار قد آتت أكلها، فطاب للناس المقام في بيوتهم، فطلب عليه الصلاة والسلام منهم بذل النفس والمال في سبيل إعلاء كلمة الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30,000 من المسلمين، معهم 10,000 فرس، ولما وصل تبوك أقام بها 20 ليلة، وجيش الروم ما يزال في حمص، فلم يحصل لقاء بين الجيشين. وصالح الرسول عليه الصلاة والسلام أهل تلك المناطق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، ثم عاد إلى المدينة المنورة فوصلها في رمضان. جاء المتخلفون عن غزوة تبوك يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 89 رجلا، فقبل عليه السلام منهم أعذارهم وترك سرائرهم لله تعالى. اشتهرت السنة 9 للهجرة بعام الوفود، حيث جاء العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرادى وجماعات يعلنون الإسلام، حيث علموا أنه لا طاقة لهم به ولا يستطيعون معاداته. ثم غزا عليه السلام اليهود المتواجدين بوادي القرى ومناطق تيماء وفدك، ثم عاد إلى المدينة المنورة. وتم تطهير الجزيرة العربية من اليهود في عهد عمر بن الخطاب، بعد أن سمع قوله عليه السلام: لا يبقى فيها دينان. فرض النبي صلى الله عليه وسلم الحج في السنة 9 للهجرة، وفي هذه السنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على رأس 300 رجل من أهل المدينة ليؤذن في الناس يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان، ثم لحق به علي بن أبي طالب للمهمة نفسها. خرج عليه السلام للحج في السنة 10 للهجرة، وتجهز للخروج معه عدد كبير من أهل المدينة والساكنين حولها ونساؤه وأمهات المؤمنين. وفي هذه الحجة والتي تسمى حجة الوداع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين كيفية أداء الحج ومناسكه، وصحح لهم الأخطاء التي كانوا يرتكبونها عند الحج في الجاهلية. وأوصى عليه السلام المسلمين وصايا جامعة بين لهم المبادئ الأساسية للدين وأمور العقيدة وعلاقة الناس بعضهم ببعض وعلاقتهم مع ولاة أمورهم والكثير من الأمور التي تهم المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. وقد تزوج عليه الصلاة والسلام ب11 امرأة، ولم يكن زواجه عليه الصلاة والسلام بهذا العدد من النساء شهوة، وإنما كان لمعان إنسانية عظيمة ولأمور تقتضيها مصلحة الدعوة. ولو كان رجل نساء لتزوج الأبكار وترك الثيبات، ولكنه عليه السلام لم يتزوج بكرا إلا عائشة بنت أبي بكر، وكانت باقي نسائه ثيبات. وزوجاته عليه السلام هن خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة، واللتان توفيتا في حياته، وعائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم سلمة
وسودة بنت زمعة، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث، وصفية ابنة حيي بن أخطب. وكانت ممن تمتع بهن دون عقد زواج ماريا القبطية، حيث كانت مملوكة له عليه السلام. وقد ولد للرسول عليه الصلاة والسلام 3 ذكور، وهم القاسم وعبد الله وإبراهيم، وقد توفاهم الله جميعا وهم صغار، و4 إناث هن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء، عندما حضر رسولنا الكريم الوفاة، وكان ذلك في شهر ربيع الأول من السنة 10 للهجرة، خير في أن يبقى في هذه الحياة الدنيا أو يتوفاه الله إليه، فقال عليه السلام: بل الرفيق الأعلى من الجنة. توفي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 63 عاما.